تخيل كده في شخص في مكان تاني من العالم بيحب نفس أكلك وبتضحك نفس ضحكتك وعنده نفس نوع الحساسية ونفس طريقة الكلام وحتى اختار نفس اسم مراتك وابنك. طب ازاي وانت عمرك ما شفته ولا سمعت عنه؟ النهارده هحكي لك واحدة من أغرب التجارب في التاريخ، تجربة خلت علماء النفس والبيولوجيا وحتى الفلاسفة يقعدوا على نفس الترابيزة ويتناقشوا بالساعات. وعلى فكرة دي مش تجربة خيال علمي ولا فيلم من نتفليكس، دي تجربة حقيقية واتعملت على ناس حقيقيين. صباح ومساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو، ونبدأ بأول حاجة وهي الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل على أول تجربة وهي بدأت إزاي. في سنة 1979 في عالم نفسي اسمه توماس من جامعة مينيسوتا قرر يعمل تجربة غريبة شوية. كان في ساعتها مجادلة كبيرة جدا في المجتمع العلمي، وهو إيه اللي بيشكل أكتر الإنسان، الجينات ولا البيئة اللي اتربى فيها؟ يعني مثلا لو اتنين توأم اتولدوا مع بعض وانفصلوا وهم رضع واتربوا في بيوت مختلفة تماما، هل هيطلعوا زي بعض ولا كل واحد هياخد طبع المكان اللي اتربى فيه؟ أغلب العلماء كانوا بيقولوا إن البيئة اللي بتتربى فيها هي اللي بتشكلك، لكن توماس ما كانش مقتنع قوي بالكلام ده، وقرر يدور على توأم انفصلوا من بدري ويقابلهم ويدرسهم ويشوف الحقيقة بنفسه. أول حالة ظهرت له كانت صدمة حرفيا، لقى اتنين توأم واسمهم نفس الاسم جيم، وكل واحد اتربى في بيت مختلف عن التاني خالص، ويعتبر عمرهم ما شافوا بعض ولا حتى عارفين انهم اخوات توأم. حاجة كده شبه فيلم بتاع احمد عز. بس اسمع بقى المفاجآت اللي حصلت، والاتنين اتجوزوا واختاروا نفس اسم الست اللي اتجوزوها، ليندا، والاتنين بعد فترة طلقوا ليندا وراحوا اتجوزوا تانية برضو بنفس الاسم وهي بيتي، والاتنين كانوا بيربوا كلب اسمه توي، كل واحد كان عنده الكلب بتاعه، والاتنين كانوا بيشربوا نفس نوع السجاير واشتروا نفس نوع العربية، والاتنين بيحبوا اكل معين. حتى الدكتور لما قعدهم مع بعض بدأوا يكملوا جمل بعض بالرغم انهم ما شافوش بعض من ساعة ما كانوا اطفال. وبعد ما توماس شاف اللي حصل مع جيم وجيم قرر يوسع التجربة وجاب أكتر من 100 حالة توأم نفس النوع يكونوا اتولدوا مع بعض وبعد كده انفصلوا، ويكونوا اتربوا في بيئات مختلفة، وبيكون كل توأم فيه تشابه غريب جدا ما بينهم. يعني واحد اتربى في بيت محافظ والتاني اتربى في بيت منفتح، بس الاتنين بيحبوا نفس الأفلام ونفس الهوايات وبيتكلموا بنفس السرعة. وكان في توأم تاني بيشتغلوا نفس الوظيفة من غير ما يعرفوا بعض، وبيكون في توأم عندهم نفس نغمة الضحك، وكانوا بيحبوا نفس الأكلات وبيسمعوا نفس نوع الموسيقى، وكأنك بتشوف نسخة طبق الأصل. طب السؤال اللي ممكن يجي في دماغك، هو كل ده بسبب الجينات؟ وساعتها العلماء حاولوا يفسروا الموضوع وقالوا البيئة بتأثر بس الجينات هي الأساس اللي كل حاجة بتتبني عليها. يعني لو انت عندك ميل للهدوء في الجينات بنسبة كبيرة هتفضل هادي حتى لو موجود في بيت فيه عدد أفراد كتير. ولو عندك ميول فنية زي الرسم أو أي رياضة معينة من غير ما حد يعلمك هتلاقي نفسك شبه موهوب فيها، أكيد طبعا زي ميسي. لكن برضو مش كل التوأم كانوا نفس النسخة طبق الأصل، في بعضهم اختلفوا جدا في شخصياتهم، وده كان بسبب اختلاف كبير جدا في البيئة اللي اتربوا فيها. يعني من الآخر التجربة بتقول إن الجينات قوية بس مش دايما بتكسب لوحدها. دلوقتي خليني اقول لك على الجزء اللي ناس كتير ما تعرفوش. التجربة دي برغم انها علمية اتعرضت لهجوم ضخم جدا بسبب الجانب الاخلاقي، لان التوأم ما كانوش يعرفوا انهم جزء من الدراسة، وفي توأم اكتشف بعد 30 او 40 سنة انه ليه اخ اتصدم. طب اسألك سؤال، انت لو اتربيت في بيت تاني غير اللي اتربيت فيه كنت هتفضل نفس الشخص، نفس الطموحات ونفس ردود الفعل، ولا كنت هتطلع شخصية تانية خالص؟ شاركني في التعليقات برأيك. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، سلام.